ازاي لبن يقعد شهرين ثلاثه؟ لبن ايه ده؟ اولا، معلومه ممكن تزعل ناس كتيره جدا: اللبن مضر جدا للبني ادم. اللبن مش بتاع البني ادم، ده بتاع اولاد البقره. ده مضر ليه؟ ده كله يترمي في الزباله. حتى اللبن ما الطازج فيش ده حاجه برضه اسمها طازم، معلب. اصل اللبن مش لينا. اللبن بتاع الجاموسه ده بتاع اولادها. زي الست الحامل لما ربنا مديها بترضع البيبي، اللبن ده بتاع البيبي بس. ما احنا واخدينه عشان حكايه الكالسيوم. الكالسيوم موجود في حاجات كتيره جدا غير اللبن. فهي طبيعه لازم تتغير شويه، او المفروض اللي عايز يبقى يحس بصحه كويسه يبطل حاجات معينه، واللي هي عامله ازمات كتيره جدا. يقول لك كيلو اللحمه بكذا، طب ما تبطلوها، ما تقللوها. السمك ده من عند ربنا، يعني من الماء، عناصر الحياه. ما كل حاجه بقت غاليه دلوقتي، يعني سمك ولحمه وفراخ. خش على الخضار يا عم، كل خش على الخضار، ما تقولش كل حاجه غاليه. مم. الناس المفروض، يعني هو بس الاعلام هنا ما بي ما بيوركش امريكا بقت ايه. مم. لندن وفرنسا والمانيا اصعب مننا حياه، اصعب من الناس حتى البسيطه اللي هنا، اللي هي مش قادره مش لاقيه. بس عندنا فول، وعندنا طعميه، وعندنا بقدونس، وعندنا جرجير، وعندنا خضروات ما حصلتش طعما وما اتغيرتش في تركيبتها. يعني اغلبيه الاكل بره، خصوصا في امريكا، انا هتكلم على امريكا، تلاقي الخوخ مثلا قد كده، تلاقي الفراوله قد كده وشكلها جميل جدا، ما فيهاش ريحه ولا طعم ولا اي حاجه خالص. دي كلها حاجات متهجنه، يعني متصنعه، البذور نفسها اتغيرت. الفوائد بتاعتها. احنا عندنا هنا زمان كانوا دايما الناس بتعيش ان تنزل مثلا حد يشتري اكل اليوم، كنا بنشتريه يوميا. يعني اذا كان الخضار، القوطه، الجرجير، البيض البلدي. دلوقتي كل حاجه دخلت في هرمونات وتركيبات وفريزر، زي المشروبات الغازيه مثلا. زمان كان عندنا العرقسوس والليموناتا والعصير والحاجات بنعملها في البيت. حاجات الفريش طبعا. دلوقتي بقت كل حاجه كوكاكولا وسيفن اب والحاجات دي كلها. الناس بس ما بتسالش ليه، او ايه اللي جوه الكوكاكولا والسيفن اب والبيبسي والحاجات كل المشروبات الغازيه. اولا فيها ميه نار. فيها ميه نوع. اه، يعني انت لو عندك اي حاجه مصديه فضلوا عليها كوكاكولا او بيبسي. فيها سم فران، فيها صبغه، فيها 18 معلقه سكر. كل ده في البيبسي؟ اه، مم. وبقت سم الفران ليه الزرنيخ يعني اللي فيها، لانه ادمان. فتلاقي الشباب او المصريين او في العالم كله ليه بقى عندهم ادمان؟ لازم كوكاكولا ولازم فرنش فرايز. يعني دي حاجات بتدمر، فتعمل هشاشه عظم وليها امراض كتيره جدا. ليه ما نرجعش لايام زمان، اللي هو العرقسوس والخروب عندنا كميه مشروبات زمان. يعني يمكن مش في سن حضرتك، بس الوالد اكيد سمعنا عنها كلنا. ودي حاجات روعه وطبيعيه وجميله جدا. نيجي مثلا للحوم، اغلب الامراض جايه من اللحوم، اكل اللحوم. الفك البشري مش معمول انه ياكل لحمه، بس كل الناس بتعشق اللحم. المفروض يقللوا بس شويه، يعني كل ما تقلل، يعني المفروض البني ادم ياكل من كل ما هو من الطين والماء.